انا اخشى على قطر، بس ان شاء الله قطر تتاهل للدور الثاني للعلم. طبعا كثير ناس مفكرين انه محمد يخفي النادي اللي بيحبه. ليش؟ اقسم بالله ما في نادي يحبه. توتنهام اوكي، بس لا مدريد ولا برشلونه ولا ميلان ولا مش هذا معروف. هذا كلام فعلي. فقط منتخب فرنسا هو الحب الاول والاخير، وشفته بعيني يبكي لما يخسرون، غير صحيح، وشفته غير بعيني صحيح. يبكي من الفرح لما يفوزون. فرنسا بطلة للعالم، صح ولا لا؟ الى ان ياتي بطل اخر في ذاك المساء، او قد تكون فرنسا بطلة للمرة الثانية على التوالي، ونكمل ل 2026 في امريكا واحنا ابطال العالم. الله لا يقول. شو رايك يا عبد الله؟ اعطينا رايك التحليلي من ضمن الفرق الاربعه تعرف العربيه. طبعا انا في تحليل كرة القدم ممتاز جدا واقوى من محمد عدنان. يعني هالسؤال ما اشوف انه متوجه لي، فبصراحة بالذات المباراة الأولى جد هي بتكون أهم مباراة، هاي الافتتاح يعني. مع الاكوادور، نعم. وترى يعني فعلا حتى المسؤولين وكذا، لان اصحابنا في النهايه ونسولف وندردش، يا جماعه ان لو فزنا على الاكوادور ترى في فرصه حلوه وممتازه. ممتاز، رائع. فان شاء الله دعواتكم كلنا مع بعض. الله يجزاكم خير اللي تتابعونا في قناه رؤيا الان، رفعوا ايديكم ان شاء الله قطر تفوز. نرفع بالافتتاح. كف الضراعه لله عز وجل. المهمه صعبه على المنتخبات العربيه، كلها في مجموعات صعبه. ارى المنتخب المغربي يمتلك سكواد افضل من بقيه، ويمكن فرصته افضل من غيره. بامكانه ان يحصد 3 نقاط من كندا، واتمنى ان يحصد نقطه اما من بلجيكا او من كرواتيا، وممكن يكتب